أنت المجيب، أنت المجيب، أنت المجيب لمن يدعوك يا أمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. هنبدأ النهاردة الروتين مع بعض، روتين بسيط وخفيف، يا رب يعجبكم. وما تنسوش ان انتوا تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد مني. معلش الاضاءة هنا ايه باظة شوية، بس اول حاجة عملناها مع بعض ان احنا فطرنا. السندوتشات اللي انتوا شفتها في الفيديو في المقطع اللي فات ده كانت سندوتشات فول، وحطيت ايه جرجير عليها. دلوقتي هنفرز المانجا اللي احنا اشتريناها مع بعض. واحنا بنفرز المانجا نقول نتكلم كده ونقول شوية حاجات مع بعض. بصوا بقى، هو احنا ليه حياتنا كلها صربعة؟ اللي هو احنا بنقوم بسرعة، واللي هو نروح نعمل الأكل بسرعة وندعك المواعين بسرعة، اللي هو مستعجلين عن كل حاجة. ايه ده، احنا عايزين نقوم من النوم بسرعة عشان نلحق نعمل فطار، بعد ما نعمل فطار نرتب البيت، وبعد ما نرتب البيت ندعك المواعين. طب ما هو كده كده الحاجات دي كل يوم هتتعمل، وكده كده الحاجات دي كل يوم هي مش بتخلص. فلو احنا فضلنا اللي هو ضاغطين نفسينا، واللي هو كل يوم بنجري علشان نعمل الحاجات دي، يبقى احنا حياتنا كلها هتبقى جري. مش هنرتاح ابدا. عادي يعني لو احنا نعمل حاجة ببطء بهدوء، نقوم عادي براحتنا، ونقوم نعمل فطار كده عشان احنا نبقى مبسوطين واحنا بنعمل الفطار، مش نبقى مضغوطين. نرتب البيت علشان البيت ده هيكون نظيف، هنقعد فيه برضك نرتب بهدوء، اللي هو يعني مش مستعجلين، فاهمين؟ اللي هو مش علشان حد هيدخل علينا يلاقي البيت نظيف، لا، علشان احنا تكون راحتنا النفسية حلوة. وكمان علشان بصوا، وانا يعني انا لما كنت بضغط نفسي، وهو يعني مازال، بس بحاول على قد ما اقدر ان انا بخفف من الموضوع ده. ان انا لما بضغط نفسي بتعب اصلا، والله بطني بتوجعني. عارفين اللي هو لما كأنك جاية من النوم رايحة الامتحانات وبطنك وجعاكي خايفة من الامتحانات؟ اهو كده بالظبط. بس يعني هي الحياة بسيطة وسهلة، نعمل كل حاجة ببطء ونعيش حياتنا. لو ما كناش احنا هنعيش حياتنا دلوقتي، هنعيش حياتنا امتى؟ ماشي، ونهتم بأطفالنا كويس وكده، بس ببطء، فاهمين؟ اللي هو واهم حاجة يا بنات اللي انا وجحت فيها، وبتمنى ان اي حد ما يجحش فيها، ان انت تصلي بسرعة عشان تكمل اللي وراكي، او ان انت اللي هو ايه، انا عليا فرض، يا راح اصلي بسرعة عشان اخلص. مفيش حاجة اسمها صلي بسرعة، كله الا الفرض اللي عليكي والا ربنا. دي اهم حاجة ان انت تعمليها كده. انا بعمل انت تصلي بخشوع ببطء، باحترام للي خلقك، باحترام للي انت راح تصلي له واقفه قدامه ما بين ايديه. اللي هو انت لازم ان انت تغيري لو انت كده يعني لازم ان انت تغيري من الاسلوب ده، وكله الا الصلاه. يعني بصوا، وانا بقوله الكلام ده وفي نفس الوقت بقوله لنفسي والله العظيم، علشان الدنيا صعبة. وفعلا هو دلوقتي الوقت بيجري بسرعة، واحنا بنبقى عاوزين كأمهات نخلص اللي ورانا ونظبط الدنيا. بس طب بعد كده، طب ما كل يوم زي ما قلتلكوا عندنا مواعين، وكل يوم عندنا أكل لازم نعمل أكل، وكل يوم كل الحاجات دي. فاحنا نعيش حياتنا بالراحة ونتبسط بيها، بدل ما نعيشها بطننا وجعينا وما نعرفش نتبسط بيها. فاهمين؟ انا هنا حابه بس اوضح لكم انا بعمل ايه. كل منجا انا بحط كل واحده في كيس، عشان انتوا عارفين احنا مش كتار يعني. ولما بستعمل الكيس مره مثلا هعمل عصير، مره هعمل كنافه بالمانجا في رمضان ان شاء الله، فهطلع كيس، لو احتجت كيسين اهو كيسين موجودين. فبحط كل واحده في كيس. مش عارفه عملوا معايا كام كيس بصراحه. الطريقه الاولانيه اللي انا قطعت بيها المانجا كانت صعبة عليا، اللي هو انا قشرتها وبعد كده قطعتها من على العظمة بتاعتها. لكن لكن هنا البذرة مش العظمة. لكن هنا انا لما قطعتها بالطريقة دي اللي هو مكعبات في القشرة نفسها، كانت احسن واسهل عليا خلتني خلصت الكمية بسرعة. بس انا حبيت اتكلم معاكم في الموضوع ده هواتي، علشان يعني تبقوا واخدين بالكم، او تاخدوا بالكم لو الموضوع ده بيحصل في حياتكم.
علشان ايه ما توجعش في نفس الفخ اللي انا وجعت فيه. بصراحة هو ده فخ، وكل يعني معظم الناس عايشة فيه، ان احنا اللي هي ايه الحياة السريعة اللي مش بتخلص. واهم حاجة برضه يا بنات نحاول ان احنا برضك نقعد مع اولادنا اكبر وقت ممكن، علشان هما بيكتسبوا مننا كل حاجة وبيتعلموا مننا، ونحاول ان احنا نغير من اخطائنا علشان احنا بنربي جيل يا ولاد والله. وبكده نكون خلصنا المانجا. وشوفوا هم عملوا 6 اكياس حلوين جدا دول معانا، هشيلهم وان شاء الله انا عايزة اعمل 30 كيس يعني 30 مانجا وهشيلهم في الفريزر. يعني كل ما اجيب كمية هشيلهم معاكم. دول كانت اول كمية جبتها. دلوقتي هنعمل الغدا مع بعض. الغدا بتاعي هيكون بطاطس محمرة. اكيد يعني مش هعلمكم ازاي بتعملوا بطاطس محمرة يعني. التصوير على فكرة في الفيديو ده الاضاءة كانت معكساني شوية، بس انا الحمد لله ظبطت الاضاءة، وان شاء الله يعني الفيديوهات الجاية هتعجبكم. بصوا هنا الاضاءة كانت معكساني، هو كان فيه نور وكل حاجة بس كانت معكسة التليفون. حمرت بطاطس وجرجير وبصل. حطيته في مية وخل وعلبة تونة وعيش بلدي. وده كان غدانا النهاردة الحمد لله. بصوا دي فرخة 200 ايه ده 2 كيلو و100 جرام. تمام. هقطعها على المفروض ان انا بخلي الصدور لوحديها وبخلي ال الاوراق لوحديها يعني وكده. فانا بقطع الاجنحة كمان، يعني انا بخلي الصدور وبشيل كل صدر في كيس وبحطه في الفريزر. فانا اصلا دلوقتي بس بخلي معاكم الصدور. انا بس بحاول اشوف اللي بيحصل في الفيديو عشان اقول لكم انا عملت ايه. هخلص الصدور وهقطع الورك، يعني بقطع يعني يعتبر انا بقطع الفرخة مش على 8 لا على 6. الصدور بحشها لوحديها والتانيين بقطعهم على 4. وباخد الأجنحة والكبد والجوانص والدبابيس واللي هي الحتة اللي فوق الدبوس دي كلهم دول بحطهم في كيس وهعملهم ان شاء الله على صينية بطاطس في الفرن. وال وال الصدور وكده مثلا بعمل شاورما، اعمل اي حاجه اللي هو يعني بتكون موجوده اللي هو الحاجات دي بحطها في الفريزر، بحيث ان انا عارفه هعمل مثلا منها ايه تكون موجوده عندي. مش بتبل انا بصراحه، انا عندي الفريزر صغير، الفريزر بتاع التلاجة بس، فمش بتبل حاجه. وغير كده انا ما جبتش الحاجه، ما جبتش غير الفرخه وكل اللحمه اللي انت هتشوفوه دلوقتي في الشهر ده، علشان انا بصراحه الحمد لله الحمد لله عندي حاجات في الفريزر. عندي لحمه مفرومه، وعندي اصلا لحمه، وعندي فراخ الحمد لله، عندي صدور فراخ الحمد لله، وعندي يعني عندي شويه حاجات في الفريزر يعني الحمد لله كتير. وهنا منجوع محلول النجع بتاع الفراخ. حطيت ليمون وحطيت انا بجيب البرتقال بنشفه وباخد القشر بتاعه باخده وانشفه في الفرن واطحنه. فانا حطيت منه معلقة، وحطيت ملح، وحطيت فلفل اسود وكده، يعني في منجوع في المنجوع ده هويتي في منجوع في محلول النجع. مش عارفة مالي بصراحة، مش عارفة اسجل الفيديو بس عادي. وسبتها تتنجع على جنب لحد ما اقطع الفراخ، بس انا سبتها يعني فترة طويلة عقبال ما تتنجع. انا اللحمة مش بغسلها، انا بس بشطفها من مكان اي حد. اللحمة هقسمها على نصين، نص هقطع قطع كده كبيرة ملبسة اللي هو ممكن اعملها طبيخ، اعملها اي حاجة، ونص التاني هتكون كام حتة كده حمرا هعملهم كباب حلة زي ما هتشوفوا دلوقتي معايا. دول اللي هما الحمر، اللي هي الكام حتة حمرا دول الملبسة ولا ايه، بقطعهم يعني حتت معقولة كده علشان ايه احطهم في كيس مع بعض لوحديهم. المهم ان يعني الفراخ واللحمة عملوا معايا المفروض 5 وجبات.
بس الصدر من الصدور دي انا خدته وعملته معاكم في الفيديو اللي فات بتاع الكوارع، لابني وبنتي يعني، ما هم عشان هم ما كانوش بياكلوا الكوارع. وشوفوا الفيديو اللي فات، والله الفيديو اللي فات هيعجبكم جدا ان شاء الله. تنظيم مشتريات الشهر ديت قطعت كباب الحلة. تنظيم مشتريات الشهر، ودعيت كمية مواعين رهيبة، وتنظيم البيت بقى ورغاوي وحاجات كده ايه، هيصة وزيطة وحاجات حلوة جدا يعني. بتمنى انك تخشوا تروحوا تبصوا على الفيديو وترجعوا. بصوا بقولك على فكرة، انا عارفة ان انت عايزة تخشي تشتركوا في القناة، بس الفيديو شدك ونسيت ان انت تخشي تشتركوا في القناة. فيلا بسرعة روحوا خشوا اشتركوا في القناة، وانا مستنياكي. وعلى زر الجرس، في زر الجرس، وما تنسيش تسيبي لي كومنت حلو ولايك. هنا اهوتي بشطف الفراخ بعد ما نجحتها بالليمون ومنجوع محلول النجع مش عارفه منجوع اللي لازقه في لسان النهارده دي. بس كده يعني، حاجه سهله الحمد لله. الروتين النهارده كان بسيط يعني وكده. ويلا بينا بقى نصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اهو كده انا عملت زي ما قلت لكم، اللي هو الصدر التاني انا قلت لكم ان انا عملته في ايه. وادي باقي الفرخه حطيت بالكبد بالجوانص بالاجنحه بالحاجات اللي انا كنت خالياها. ده كله ده هنحطه في صينيه البطاطس يعني. انا كنت حبيت اوريكم، بقولكم انه ده كباب حله ولحمه ويعني حاجه تانية يعني، مثلا اعملها لو كنت هطبخ وراها او حاجه، او هعمل وراها شوربه وكده يعني. نبدأ على اكتر فقرة انا مش بحبها، فقرة دعك المواعين يا ولاد. يلا نعوم في المايه مع بعض. بس بصراحة هي حلوة علشان احنا في الصيف، ولما بتكون ايدينا في المايه وكده فبتكون الدنيا طراوة معانا شوية يعني، اللي هو مش بنحس بالحر زي يعني زي في الشتا. دعك المواعين في الشتا صعب جدا، اللي هو ديكي في المية الساقعة وانت في دعك المواعين فبيكون صعب. مؤخرا بقيت يعني اللي هو يعني بنشغل السخان بس، بيطلع عين العداد يعني، عقبال ما بخلص مواعين، عقبال ما بخلص دعاك مواعين بيكون العداد بتاع الكهرباء خلص. المهم انا في اخر ان شاء الله هندعك المواعين ونظبط الدنيا مع بعضينا كده ونخلص ان شاء الله المواعين تخلص. وزي ما قلت لكم روتين خفيف، يا رب يعجبكم. واللهم صل على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. هنعمل مع بعض قهوة في اخر الفيديو، علشان ايه، عارفة منتج لكم الفيديو. انت عارفين دلوقتي الساعة كام يا بنات؟ الساعة 43 دقيقة، يعني الساعة 4 الا تلت. وانا والله كل يوم الصبح بصحى الساعة 8 الصبح، ومش بنام في النهار علشان ولادي مش بيناموا في النهار، يعني بياخدوا كفايتهم من النوم ومش بيعرفوا يناموا في النهار خالص. وهنا يمكن يعني جربنا نخلص المواعين. بس بقى انا كل مرة بعد ما بدعك المواعين واخلص بعمل ايه، لازم اغسل الحوض كويس جدا، واغسل السيراميك حوالين الحوض كله، واغسل الفلتر علشان مفيش اي دهون او اي حاجة تبقى فيهم. ولازم لما بتكون ايدي فيهم اول باول بيكون الموضوع سهل عليا. ما تنسوش تاخدوا قرار في الموضوع بتاع الفيديو بتاع النهاردة، وتحسموا بقى الامر، اللي هو خلاص كده بلاش صربعة يا ولاد. وكده خلاص يعتبر ايه، بنشطف في المواعين ونغسل حوضنا ونظبط الدنيا. ويا رب الفيديو يكون عجبكم، وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس. وده روتيننا البسيط الخفيف بتاع النهاردة. وكده اقدر اقول لكم باي باي، ان شاء الله اشوفكم في الفيديو الجاي.